مساء الكشري والأكلات الخفيفة وبالهناء والعافية. نبدأ بالبصل مع الكشري. نحط شوية زيت أورجانيك أو أي نوع زيت عندكم انتو تحبوا مع البصلة، ونبدأ نحركها. وفي الصين توم مطحونة. بنفس الوقت أنا حاطة موية هناك تغلي علشان أحط المكرونة اللي أنا أبغاها، مقصقصة صغيرة أو ده. حطيت مع البصلة ملعقة كمون والتومة لتحافظ على الصحة العامة. هناك نزلت المكرونة تغلي مع شوية زيت وشوية على البصلة والتومة. حطيت كاسة. أنا دائما أعمل لشخصين لثلاثة فقط، انتوا على حسب عائلتكم تحطوا الكمية اللي تبغوها. نزلت عليها موية بعد ما تقلبت البصلة مع التومة مع الزيت مع الدا، وحطيت عليها 30 دقيقة. أشوف في الوقت ده حمرت بصلة للوجه، حمرت شعيرية، بحمر شعيرية الآن. حطيت عليها شوية زيت. المكرونة زي ما انتوا شايفين بتنشف خلاص. هنا العدس أبو جبة غسلته وحطيته مع الدال الساعة ويابس. حياخد معايا تقريبا من 20 ل30 دقيقة. شوف الشعرية بتتحمر هنا. هذه كلها تزيين وجه. هو ياخد مواعين كتير لكن هو خفيف وطبخه سهل وبسرعة يتسوى. الشعرية بس تتحمر حنزل عليها بشوية موية عشان تفتح الحبة. البصلة خلاص احمرت وصارت لونها ذهبي على بني. طفيت عليها النار. حطيت الموية على الشعرية حتى تفتح وتستوي زي الرز اللي تستوي. هذه أكلات خفيفة للي يكون مغترب ويبغى بسرعة يسوي أكلة خفيفة ولذيذة. ما تحتاج لحمة، ما تحتاج بروتين. العدس هو قيمته فيه الغذائية، الرز نشويات. أشوف كل شوية استوت ولا ما استوت. حبة العدس أبو جبة لقيتها استوت. هذه أنا حاطة كاسة عدس أبو جبة. هنا استوى. هنا المكرونة خلاص فتحت عليها شوية زيت وشوية موية حارة وعليها شوية ملح. المكرونة للتزيين ححط كمون لما تساعد على النفخة في البطن أو كده، وأحط شوية فلفل أسود وأحركهم. وحطيت شوية كركم على حسب الرغبة. حنزل بالرز. ناس تحب الرز الطويل بسمتي، ناس تحب الرز المصري، كل واحد اللي متوفر عنده واللي يحب. طبعا الكاسة الصغيرة حطيت لها كاسة أكبر رز. هنا الطماطم هذا اللي بنسويه الشطة حقتها. هحط شوية زيت. حجيب 3 فصوص ثوم مطحونة وأحطها. حجيب الشطة الحمراء اللي عندي. حطيت ملعقة صغيرة، والحرارة على حسب فمك وعلى حسب ما تحبي. وناس تحب تحط قرن. حط بيربكة كمان شوية. أجيب صلصة. جالسة أحط مقاديري كلها قدامك. شوفي صلصة ححط يا ملعقتين يا 3 على حسب الكمية اللي عندي. هنا الطماطم جهز. هحط دائما على الطماطم ملح وفلفل. هذا الملح وهذا الفلفل. شوحت الصلصة مع التومة مع البهارات. بعد ما تغير لونها حطيت الطماطم حق اللي بشرته.
حبة طماطم، هحط شوية موية بعد ما يتسبكوا كده وأخليها تغلي مع بعضها. هذه الشطة حقتها، اللي يبغى حسب الرغبة، في أطفال ما تبغوا في نص كاسة موية اللي انت تشربي فيها. كل شوية أشوف الرز فتحت الحبة مستوية. طبعا العدس أبو جبة شفته إنه مستوي، لما شفته مستوي حطيت الرز. لو حطيته هو لسه ما أعطيته وقته للسوى تلاقيه حرخ النار عليها على الآخر، لأنها خلاص الموية بدأت. بعد ما حطيت كاستين موية على العدس وعلى الرز، شوفي هنا الشطة حقتها اهي، هذه البصلة، هذه الشعرية، وهذا بالهناء والعافية. خلاص الموية راحت تماما. شوفي بقلب كده ما في ولا شوية موية. حبدأ أغرف. هغرف هذا صحن لشخصين. حطينا، انتي ترتبي حوالين وتمسحيه ترتبيه. نحط بعد ما حطينا الكشري حطينا المكرونة. بعد المكرونة نجيب كل أشياءنا اللي سويناها. عندنا الصلصة الحارة، عندنا الشعرية، عندنا البصل. كل ده حنحطه بطريقة مرتبة فوق بعض، ترتبي وتسويها. شوفي البصل، في ناس تحبها وفي ناس ما تحبها. شوفي الشعرية، احنا حطينا عليها موية وخلاص تفتحت كلها، ودحين مع بخار الموية، بخار الحار بالحار، الكشري والمكرونة والدا خلاص تتجانس معاها بالهناء والعافية على قلبكم. وحنحط معاها سلطات لتاكلي معاها، يصير خضار وأكل بالعافية.